ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تدافع عنكم سورة الملك وتمنع عنكم عذاب القبر. تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صححه علامة العصر العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ما قالش المخففة، إنما قال المانعة من عذاب القبر. وفي رواية عند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك، اللي هي تبارك الذي بيده الملك. طيب السؤال: كيف تدفع عن المؤمن والمؤمنة عذاب القبر؟ إزاي السورة دي بتدفع عن العبد المؤمن والمؤمنة عذاب القبر؟ في الأثر الذي حسنه علامة العصر العلامة المحدث الألباني، حسن هذا الأثر موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيبيات التي لا تقال بمجرد الرأي. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، قال: يؤتى الرجل في قبره، أي تأتيه الملائكة للحساب أو يأتيه العذاب. المعنيين أوردهما بعض أهل العلم. يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، فإنه كان يقرأ علي سورة الملك. ثم يؤتى الرجل من قبل صدره أو بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان أوعى في سورة الملك. ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. ثم قال ابن مسعود: فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة، أي غير المحرفة، يعني كانت مكتوبة في التوراة غير المحرفة، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها فقد أكثر وأطيب. هنا بقى في هذا الأثر بيخبر سيدنا عبد الله بن مسعود إن الملائكة تأتي المسلم في قبره. تأتي مين؟ تأتي المسلم الذي كان مداوما على قراءة سورة الملك، أي سورة تبارك، في كل ليلة. فتؤتى رجلاه، يعني تأتيه من قبل رجليه لتسأل هذا عما مشت إليه رجلاه، فتقول رجلاه للملائكة: ليس لكم على ما قبل سبيل، أي تنطق رجلاه لتدافع عنه لأنه كان ملازما لسورة الملك. ثم تأتيه الملائكة من قبل رأسه لتسأله عما استخدم ما في رأسه من الفم والأذن والعين واللسان والعقل، استخدم الجوارح دي في إيه؟ فيحتج أيضا بمداومته على سورة الملك. وهكذا فمداومة العبد والأمة على سورة الملك تكون سببا لأن تدافع عنه جوارحه في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل مداومته على سورة الملك. فلا تغفلوا عن قراءة سورة الملك كل ليلة، كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى تكون سببا في أن تمنع عنكم عذاب القبر، بل وتكون شفيعا لكم لدخول الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.